شنو هما الشروط باش تعرف شي واحد المحل ديالو وديبلاصا وتمشي عنده؟ شحال خاص التكلفة اللي يدفعها الكليان ولا المعلم باش يعبر ليه المحل ديالو، وفلوس اللي غادي يعطيها الكليان والمعلم إلا تفاهم معاه راه غادي يحيدها من الخدمة اللي غيخدم ليه. السلام عليكم ورحمة الله. أخوان المشاهدين بخير، هذه الصفحة ديال اليوم بغيت نطرحوا لواحد الموضوع مهم ديال الحرفيين، ما بين الحرفي وما بين الكليان. شحال من واحد كيعرف على الكليان خارج خارج المدينة اللي انت فيها، او لا المهم في النواحي او الضاحية ديال المدينة. كيقول لك جيت تعبر لي واحد المحل و يعني تعبر لي المحل نشوفو كادو عليه الثمن، ولا كتمشي كديبلاصا من اخر خلاصة كديبلاصا من جيبك وكتمشي وعندو وكتعبر وكتسالي. كيقول هو ملي كتعبر وتسالي كيقول المهم باش ما كان دابا نعيط لك صافي وكتجي بحالك. هادشي ماشي خدام، ما خدامش هادشي. اي كليان عيط لك قال لك جي عندي تخدم، جي تعبر ليا الخدمه، خاص يخلص لك الديبلاسمون ديالك، وغتقول له واحد 500 درهم غتعيط عليا دابا فوافقاش ها لاكارت ناسيونال ديالي كذا مرة و ونجي نعبر لك الخدمه ديالك. تفاهمنا حيدوها من الثمن ديال الخدمه، ما تفهمناش هذاك هو الثمن ديال الديبلاسمون ديالي. وهذا هو الواحد باش الحرفي ما يضيعش. كاين اللي كيدي مع الحرفي ما يلقاش باش يتغدى، ما يغديه والو النهار كله يدور به، كيسالي كيقول لي تنديرو نعيط لك. وهذا الشيء ماشي معقول. الحرفي يلتزموا بهذه المسألة، وحتى الكليان ما غيبقاوش. في شي كليان كيضحكوا على المعلم يجيب 4 ولا 5 كل ما يجيب واحد ويعبر هذا ويضحك عليه يمشي. ولكن الا كان ديك 500 درهم ولا 400 درهم ولا حسب المساحه اللي كاينه، ما غيبقاش يجيب 3 ولا 4، او اللي قلب على واحد يخدم ليه. هادشي اللي كاين. تبارك الله عليكم، التحيه.